عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غنفصلو كاب شوي كيجي زوين بزاف. انا طويت الثوب على 4 جهة الامام دائما ستكون ماشي دائما مهم في هذا الموديل مفتوحه. خليت 5 سنتيم جهة الامام اللي تقدروا ديروا فيها الصديف. انا في هذا الكاب غادي نخليه غير محلول مفتوح من الامام. هنا درت دورة العنق 8 سنتيم، نزلت الكتاف 24 سنتيم ونزلت ب5 سنتيم. كنرسم خط مستقيم بهذا الشكل ودرت 24 سنتيم في العرض ديال الكمام، يعني التركيز درت 24 سنتيم. طول الامام درت 34 سنتيم 34 سنتيم هي اللي غنرسم فيها. القياس ديال الحزام 29 سنتيم، انا كان عندي 26 وزدت 3 حيت هذا الموديل كيتلبس عريض صافي. وكنقور بهذا الشكل 105 سنتيم صافي. كنرسم خط هكا. بالنسبه للعرض ديال الكاب من الاسفل 35 سنتيم وصافي كنصل بخط بهذا الشكل وطلعت بجوج سنتيم. هذوك الجناب طايحين صافي كنقطع هنا. قطعت نجيو دابا الامام، دورة العنق ديال الامام درت 10 سنتيم. بغيت الكول يجي طالع ما يجيش نازل بزاف. 10 سنتيم صافي. دابا غادي نجيو نصيبو نفصلو الكمام. الكمام توب مطوي على 4. كنحطو التركيز على الكم بهذه الطريقه. كان هنا كنخليو 5 سنتيم ضروري باش يجيني الكم مزيان في التقويره ديالو. وهنا كناخد الطول ديال الكم. الطول ديال الكم درت 40 سنتيم 40 سنتيم والفتحه ديال الكم درت فيها 20 سنتيم. اجي شويه عريض مزيان. انا جاوني الكمام شويه عراض عاودت قاديتهم. البنات بالنسبه لهنا زدت واحد الباندا في الكم حيت من بعد في الخياطه غيجيني الكم قصير وزدت واحد الباندا وما وريتهاش لكم في الفصاله ولكن راه سهله. الان ندوزو المرحله ديال الخياطه. جهه الخلف كنحطوا عليها الجهتين ديال الامام وكنلاقيو الكتاف. اول حاجه دائما في الخياطه راه كنلاقيو الكتاف. كنبداو بالكتاف هنا. دابا غنلاقي الكمام. كناخد الكم كنطويه من المنتصف، كنحط المنتصف على الخياطه ديال الكتف وكنبدا الخياطه ديالي صافي. هنا كنكمل الجهه الاخرى كنخيط بجهه بجهه. البنات انا دائما كنعاود الخياطه 2 المرات ما عرفتش علاش. المهم كنحاول نصحح الخياطه فهمتوا. دابا غنلاقي ديك الباندا درت فيها 5 سنتيم 5 سنتيم واكيد توب مطوي على 2 يعني 10 سنتيم في الباندا. هي هذه ما وريتهاش لكم في الفصاله. صافي الكم كيجي هكا زوين. الكمام تيجيو اوفر سايز طايحين الكتاف صافي. دابا غنجمع الكاب ديالي ما غيكون فيه لا فتحي في الجناب لا والو. نبقى نخيط غادا وكنخيط.
هنا خيطت. دابا غندوزو للمرحله ديال ناخدو القياسات. بالنسبه للكول ما تقدرش تاخد ليه القياسات وانت يلا فصل، ضروري حتى تمونطي الكتاف، تجمع الكتاف تخيطهم، عاد كتاخد القياسات ديالك، كتاخد منتصف ديال الدوره ديال الامام ومنتصف الدوره ديال العنق ديال الخلف. هكا كنطوي الثوب، كنطوي الخلف على هكا وكنرسم نقطه في المنتصف باش ناخد النصف ديالو. هكا بهاد الطريقه كنحاولوا ندوروا المتر وسنتيم هكا. 10 سنتيم منتصف الدورة ديال الخلف، لقيت فيها 10 سنتيم. 10 سنتيم هي اللي كنرسموها في القطعة الجهة المسدودة ديال الخلف. 15 سنتيم في الدورة ديال الأمام، منتصف دورة الأمام. صافي. العرض ديال الكول درت فيه 8 سنتيم. 8 سنتيم وكيبقى الاختيار ليكم، يمكن يكون أقل. هنا دخلت بسنتيم وهبطت بسنتيم، وكذلك في الأعلى باش يجيني هكا على شكل في. كنخيطو الكول كنخليو 1.5 1.5. نتوما على حسب الخياطة ديالكم، الا كتاخد لكم الثوب بزاف راه كتخليو اكثر. كذلك نفس القياس من الجهة الاخرى. صافي. صافي كنشد الكول كنقسمو على كنطويه، كناخد نقطة ديال المنتصف باش هي اللي غنبدا بها. نقطة المنتصف ديال الخلف كنلصقها، كنبدا منها وصافي كنثبت هنايا بالفنايت ضروري باش تشوفوا القياس واش الكل جا نفس القياس من الجويه بجوج ولا. صافي هنا ثبت بالفنايت وغتجي مرحله الخياطه، كناخد نتاكد انه بقى لي نفس القياس